السلام عليكم، بسوي طريقة طباخ خمري، أكلة حضرمية الكل طبعا يحبها، أكلة صراحة لذيذة وسهلة. بحتاج 3 أكواب طحين أبيض، ملعقة كبيرة ونص خميرة، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، رشة ملح، نص الملعقة الصغيرة فانيلا، 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. تقدرون تحطون حبة سودا أو هيل مطحون، أنا ما حطيت فانيلا. فنجان زيت الزيتون أو أي زيت انتوا تفضلونه. فنجانين سكر، أنا حطيت 3 فناجين ذوبتهم في كوب موية دافي، أو ممكن تحطون سكر بودرة وتحطونه على نفس الطحين. وأعجن فيها، ممكن تحتاجون كوب أو كوب وربع أو على حسب الطحين اللي عندكم. عجنتها وخليتها لمدة ساعة، عادي ممكن تخلونها ساعتين تخمر بعدين تشتغلون فيها. هنا صارت معي العجينة جاهزة وأبدأ أفردها وأقطعها. عاد انتوا تقطعونها دوائر أو مثلثات على حسب اللي تحبون. أنا قطعتها على شكل مربعات. أقليها في زيت حار أو أخليها تاخذ اللون اللي انتوا تفضلونه، بعدين أشيلها على ورق. وصارت أكلتنا الحلوة جاهزة، وما تكتمل إلا بالشاي العدني. وجربوا الطريقة وأنا متأكدة إنها راح تعجبكم، وبالعافية علينا وعليكم، ولا تنسوا تدعموني.